قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. الأمطار الغزيرة بمديرية قفل شمر والشاهل تعيد الحياة إلى ينابيع مياه جوفية قد غار ماؤها منذ عقود من الزمن، فاستحوذ عليها الجفاف حتى كاد أن يمحيها من ذاكرة الأهالي والسكان. فهم اليوم فرحين بما آتاهم ربهم. أصبحت مياه الشرب على مقربة منهم يستطيع الوصول إليها الكبار والنساء والأطفال، يسقون ويسقون منها شرابا طهورا. لا 40 سنة ويخرج من البغض إلى هذه السنين، سبحان الله العظيم، الحمد لله على هذه النعمة الجليلة الذي أمنا بها الله سبحانه وتعالى علينا. كلها ما قريتها فبعودتها أعادت الفرحة والابتسامة على وجوه أبنائها بعد أن كاد يحجبها عنهم نفاذ مياه الشرب من منازلهم لطول المسافات التي يقطعونها للحصول عليه، حيث يقطع بعض الأهالي المسافات بالوايتات لنقل الماء، ناهيك عن تكلفة الوقود التي ينفقونها ذهابا وإيابا، بينما البعض الآخر يقطعون المسافات بالحمير أو سيرا على أقدامهم. فاليوم وفرت الينابيع المائية أو العيون الجوفية الكثير على أبناء المنطقة من تكلفة شراء مياه الشرب. يا أخي كانوا يعبوا من 10,000 دفة، واليوم مجاني يعبوا حق المطر بس. أنت صاحب ماطور؟ أيوة هذا حق الله سبحانه الله تعالى ربي ده. بس حق الماطور، بس حق الماطور. كم سعر؟ كم يدولك؟ 1000 ريال في المخلص. وفي ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة تظهر الينابيع في أماكن عدة، فهي تنبع من أوساط مزارع المواطنين، مما حولتها إلى جداول لا يستطيع المزارعين المشي من خلالها، وبقارعة الطريق لتكون مصدر شرب للمارة وللزائرين الذين يأسرهم حب المناظر الطبيعية الخلابة لهذه الينابيع، فهي تتدفق إلى أماكن الرعي، فيسهل للرعاة سقي مواشيهم متى ما ظمئت لشرب الماء. ليه ماء صافي نبعان عين ونقل يمشي يشرب من المواشي والضان والبقر. فقد أصبحت هذه الينابيع مصدرهم الأول لمياه الشرب، خصوصا بعد انقطاع الطرق بسبب السيول الجارفة والانهيارات الصخرية.